السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الهنا. النهارده قايمين بدري بقى بنعمل العشاء العروسة بتاعتنا. يا رب النهارده يعجبكم عمايلي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي كده ونوحد الله ونبتدي نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل مع بعض بقى النهارده فراخ مشوية وصواني مكرونة والحمام بتاع العروسة. يلا بينا نسمي الله. وهنبتدي بقى بسم الله ونبتدي بالفراخ بتاعتنا. اول حاجة الفرختين بتوعنا زي ما انتوا شايفين غسلينهم زي الفل، وطبعا معانا اللي هنحشي بيه فلفل وشطة وطماطم، ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا فلفل اسود وكمون وبهارات فراخ وبابريكا وبهارات سبعة، وطبعا ما ننساش الحباش بتاعنا. نسمي الله كده ونجيب الخلاط بتاعنا ونقطع الطماطم. هنعمل لها بقى خلطة ما حصلتش، بتخلي الفراخ جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين بنقطع كده الطماطم والفلفل، قطعناه وهنحط عليه البهارات، كل البهارات اللي احنا لسه قايلين عليها هنحطها زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب نص كوباية زيت هنفضيها عليه، وفي نفس الكوباية بتاعت الزيت ربعها مية. يلا بينا بقى نضرب في الخلاط ونرجع لكم. فراخنا زي ما انتوا شايفين هنصب بقى في قلبها كده زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليها. لبسنا بقى الجوانت بتاعنا كده وندهن كويس، نتبل كويس كده زي ما انتوا شايفين بره وجوه. شايفين بنغلفها كلها بالتتبيله، والجلد نشيله كده ونحط تحتيه كده ما بين الجلد واللحم. هتبقى فراخ عظمه الف هنا. خلاص زي ما انتوا شايفين تبلناها تمام. نكتر كده التتبيله، وطبعا ما نخلصش التتبيله كلها وهنقول دلوقتي ليه. وكده خلصنا. هنغطي بقى الفراخ بتاعتنا ونشيلها في قلب التلاجة يوم كامل، ونشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين خرجناها بقى من التلاجة بعد ما قعدت يوم كامل. تعالوا بقى نشوف عاملين لها ايه تاني. زي ما انتوا شايفين مقطعين البصل حلقات والفلفل والطماطم، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنجيب صينية نفضي فيها كل ده، ونجيب باقي التتبيلة اللي عندنا ونفضها عليها، نمسك بقى نقلب كل ده مع بعضه زي ما احنا شايفين. مفيش اجمل من كده. تعالوا بقى نحشي قلب الفراخ بتاعتنا. هنحط جوه الفراخ بتاعتنا كل ده. احشي بقى كويس كده براحتك، قفلي فراخك. نحشي التانية زي ما احنا شايفين كده، طماطم وفلفل وبصل. عندك جزر حطي، تبقى جميلة جدا. هنقفل بقى الفراخ بتاعتنا دي كويس بقى ونكتفها زي ما احنا شايفين. فضل شوية ومقطعين طبعا في الصينية اللي احنا هنحط فيها الفراخ برضو بصل وطماطم وفلفل، وهنحط عليها بقية الموجود معانا، وبطاطستين كده صغيرين، ونرص بقى عليهم الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، ونغطيهم بقى كويس. شايفين حاطينهم ازاي، كتفناهم كويس وحطيناهم بقى في الصينية. هنغطي بقى وندخلهم الفرن. يلا نشوف بقى هنعمل ايه برضو مع بعض.
معانا الحمام زي ما انتوا شايفين، غاسلينه ومنضفينه زي الفل برضو. وشايفين خلين الجلد شايلينها ايه، مطلعين الجلد من اللحم ازاي، علشان هنشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقت. شايفين سايبين الصدر من الجلد خالص ازاي. معانا البصل بتاعنا متقطع، والرز غاسلينه زي ما انتوا شايفين ومصفيينه، والكبد والقوانص بتاعتنا موجودة. وطبعا معانا البهارات، فلفل اسود وبابريكا وملح وشوية شطة صغيرين وتوم باودر وبصل باودر. وطبعا ما ننساش القرفة بتاعتنا اللي اهم حاجة في الموضوع، والسبع بهارات طبعا. يلا بينا نسمي الله. نحط كده حتة سمنة حلوة كده بلدي، وشوية زيت، ونسيح بقى ده مع بعضه يسخن كويس. ننزل عليه بالبصل، نقلب بقى في البصل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما البصل بتاعنا ده يدبل كويس. شايفين ابتدت تدبل معانا خالص. لازم البصلة تدبل كويس يا جماعة. قطعنا طبعا الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده، ونزلنا على البصلة نشوحهم بقى كويس، تديله تشويحة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. اتشوحت معانا الكبد والقوانص كويس في البصلة. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا لسه قايلين عليها لغاية كده ما تطلع ريحتها كده الجميلة. تلون كده البصل، شايفين الجمال ولا الريحة تجنن، ما شاء الله عليها. ننزل بقى بالرز بتاعنا نصفي طبعا كويس، ما يبقاش في ميه خالص. نقلب بقى، ما شاء الله عليه، حاجة ولا اجمل من كده. ريحته طالعة قلب البيت. نقلب بقى كويس، ننزل بنص كوباية ميه. نقلب بقى الرز كويس مع الميه. ايدينا بقى فيه تقليب كده عشان نديله كده ايه ربع تسوية زي ما احنا شايفين. شرب المية بتاعته خالص، اخد ربع التسوية اللي احنا قلنا عليها. شايفين هو مش مستوي خالص بس ربع تسوية كده. وبكده الرز بتاع الحمام خلاص تمام بقى زي الفل. طبعا هنسيبه بقى كده يبرد براحته علشان نعرف نحشي الحمام بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصناه. يلا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه كمان. حشينا طبعا الحمام بتاعنا. دلوقتي احنا بنعمل ايه، بنحط المية بتاعت الحمام اللي هنغليه فيها. لازم المية تغلي الاول. حط لها بصل، حط لها ورق لوري وحبهان. طبعا الرز برد زي ما قلنا. يلا نجيب بقى الحمام عشان نحشيه. يلا نشوف هنحشي ازاي. هنبتدي كده، شايفين شايلين الجلد بتاعه زي ما قلنا خالينه. هنحشي بقى كده عشان تبقى الحمامة عندنا قد الفرخة. نحشي كويس ونعدل بقى الرز ونطبطب عليه كده علشان ايه ما يبقاش مسحوم، والحاجة تبقى مظبوطة معانا. شايفين بنحشي ازاي. ونطلع كده من يم الرقبة ونحشي قلبها. وطبعا لازم نسيب شوية فاضيين علشان الرز بتاعنا لما يزيد يلاقي كده مكان يتمدد فيه. نكمل حشو الرقبة.
وبرضو زي ما قلنا نسيب مكان عشان الرز لما يتمدد. شايفين سايبين المكان ازاي؟ يلا نقفل بقى. شايفين كتفنا الحمامة بتاعتنا وقفلناها كويس من عند الرقبة، بقت زي الفل وجميلة. يلا نشوف كمان واحدة. شوف الحشو كده وتحت الجلد نحشي كويس، نحط شمال ويمين كده ونطبطب عليه عشان زي ما قلنا ما يبقاش مسحوم والرز فيه كتير. شايفين؟ ناخد بالنا. تعالوا بقى نسقط الحمام، المية غلت معانا، نسقط الحمام. ما شاء الله عليه، هيبقى جميل ان شاء الله. هنغطي عليه بقى لغاية ما يستوي. بسم الله، ما شاء الله عليه وعلى جماله، حاجة ولا اجمل من كده. شايفين الحمام استوى وراح زي الفل. تعالوا بقى ندهنه كده سمنة فلاحي او سمنة بلدي زي ما بنقول. ندهن كويس علشان يحمر كويس معانا. ما شاء الله عليه، الحمامة طالعة سليمة لان الرز بتاعنا مظبوط. ما مليناش الحمامة جامد، لازم أن يبقى فيه فراغ عشان الرز زي ما قلنا لما يستوي يلاقي مكان. ندهن كويس بالسمنة. ندخله بقى الفرن كده يحمر ونتفرج عليه بعد ما يطلع. يلا نبتدي نشوف بقى هنعمل ايه تاني وتالت مرة. هنعمل طبعا المكرونة. طبعا احنا بنسخن لها المية دلوقتي عشان نسلقها، ومعانا الطماطم بتاعتنا والبصل واللحمة والسمنة طبعا والزيت، ومعانا البهارات زي ما قلنا اي بهارات موجودة عندك، بابريكا وفلفل واسود وكاري وكركم، والبهارات الموجودة عندك حطيها، والسبع بهارات. طبعا المية زي ما قلنا بنحط لها دايما ملح وليمون. تعالوا نشوف هنبتدي نعمل ايه. حطينا السمنة والزيت، وقبل اي حاجة طبعا ما ننساش بقى نشاهد كويس الفيديو، مننساش اللايك والتعليقات من عندكم بقى، يا ريت تشاهدونا كويس. ولسه بيشوفنا جديد مننساش الاشتراك، يشترك لنا في القناة ويضغط على الجرس عشان يوصل لكم كل اللي بنعمله وكل فيديوهاتنا الجديدة. المية غلت معانا، ننزل بالمكرونة. لازم المية تغلي كويس قبل ما نسقط المكرونة فيها. ننزل بباقي المكرونة، نظبط كده المكرونة بقى في المية. طبعا احنا عاملين كمية علشان هنعمل صينيتين مكرونة. هنغطي عليها ونشوف البصلة بتاعتنا ندبلها كويس جدا. طبعا البصلة دبلت معانا، ننزل عليها باللحمة. نقلب بقى اللحمة مع البصلة، نقلب كويس لغاية كلك ما يختلطوا ببعض
واللحمة كده نشوف لونها اتغير كده واستوت زي ما احنا شايفين، ما شاء الله عليها. استوت خالص معانا. ننزل بقى فوقها بالبهارات بتاعتنا، كل البهارات اللي احنا عاملينها، ونقلب بقى. دايما انا ما بحبش انزل بالبهارات الا لما اللحمه بتاعتي تستوي كويس. والمكرونه بتاعتنا استوت معانا زي الفل. هنصفيها زي ما انتم شايفين، ورحنا للحمه تاني ننزل عليها بقى بالطماطم ونقلب ونسيبها بقى كده تتعصج مع بعضها وتلف كده مع بعضها وتبقى جميله ما شاء الله عليها. حاجه ولا اجمل من كده. شايفين استوت معانا ولفت زي الفل، وظبطنا الملح بتاعنا. جميلة جدا ما شاء الله عليها. والمكرونة معانا هي اتسلقت واللحمة موجودة معانا بردت. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه كمان. يلا بينا. عملنا طبعا البشاميل ما شاء الله عليه. زي ما انتوا شايفين البشاميل، طبعا احنا عاملين كمية كبيرة. طبعا احنا لما نعمل البشاميل بنحط السمنة قد الدقيق. نقدح سمنتنا الاول، لو حاطين مثلا 3 معالق سمنة بنحط قصادهم 3 معالق دقيق، ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما يتحمروا شوية كده مع بعضيهم. وبعدين بنحط فوق منهم اللبن بتاعنا، ونفضل نقلب كويس لغاية ما يتخن معانا، ونحط البهارات بتاعتنا. طبعا انا عاملة كمية كبيرة. يلا بينا نجيب صينيتنا ونحط فيها المكرونة بتاعتنا اللي احنا سلقناها مع بعض دلوقتي، ونصب بقى فوقيها البشاميل. هنقلب بقى دي مع بعض دلوقتي. هنقلب المكرونة بالبشاميل علشان يتفرفر المكرونة بتاعتنا معانا كده، علشان ما تبقاش ماسكة في بعضيها جامد. شايفين كلها بقت بشاميل. هنقسم الكمية دي نصين طبعا. شايفين قسمناها وفردناها في الصينية كويس. ننزل بقى باللحمة نفرد بحيث ان كل الصينية تبقى اللحمة موجودة في قلبها. شايفين ازاي تبقى متساوية كده وشكلها حلو، عشان كل اللي يقطع خرطة من المكرونة يلاقي جواها لحمة. شايفين سوينا كل اللحمة على المكرونة. ننزل بباقي كمية المكرونة اللي احنا عملناها بالبشاميل، قلبناها مع البشاميل زي ما انتم شايفين. نسويها كده في الصينية. محتاجة شوية مكرونة كمان، نعمل برضو مع البشاميل، نقلبها مع البشاميل ونعدلها، ونصب بقى البشاميل فوق الصينية. ما شاء الله، حاجة ولا أجمل ولا أعظم من كده. صلاة النبي عليها. وبكده خلصت معانا أول صينية. نشوف التانية نفس اللي عملناه. هنصب برضو البشاميل على المكرونة. شايفين عملناه ونسويها. نحط بقى باقي اللحمة. نحط باقي اللحمة الموجودة عندنا في قلب الصينية على المكرونة، ونسوي برضو اللحمة بتاعتنا. نسوي عشان كله يبقى فيه لحمة، متبقاش حتة وحتة، متبقاش حتة فاضية. هننزل بباقي المكرونة اللي طبعا احنا مقلبينها برضو بشاميل.
سويناها على الصينية، ننزل ببرضو البشاميل على وشها، نغطي بقى المكرونة كلها. البشاميل بتاعنا مظبوط وجميل، مفيهوش اي كلاكيع خالص. طب كده بقى هندخلها الفرن ونرجع نشوف الصواني بتاعتنا وجمالها وحلاوتها وريحتها اللي قلب الدنيا، ما شاء الله عليها، جميلة جدا. شايفين صواني المكرونة وجمالها، ما شاء الله عليها. شايفين الجمال والحلاوة، حاجة مظبوطة تطلع معاكي زي الفل، ما شاء الله. الله اكبر. متنسوناش في اللايك، المشاهدة، تعليقاتكم الجميلة اللي بتوصلني. شايفين الفراخ وحلاوتها، فراخ مشوية، مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده. شايفين الجمال والحلاوة. متنسوناش في اللايك، شاهدونا كويس، واللي لسه بيشوفنا جديد مننساش الاشتراك. شايفين الحمام وجماله، ولا الرز اللي احنا عاملينه اللي بالكبد والقوانص، حاجة مفيش اجمل من كده. الف هنا وشفا، ما شاء الله، حاجة ولا اعظم من كده. شايفين ما شاء الله جميل جدا. يلا بينا بقى عشان نكيس مع بعض كل اللي احنا عملناه ده، عشان نقفله كويس كده يبقى بمنظر مشرف. يلا نسمي الله كده ونصلي على النبي، عشان هنقفل بقى كل اللي احنا عملناه. الحمام بتاعنا وجماله، ما شاء الله. ولا الصواني بتاعتنا بتاعت المكرونة وحلاوتها. شايفين الجمال، الله اكبر عليهم. يلا بينا ناخد بقى ورق السلفان بتاعنا ونقفل الصواني بتاعتنا. نسمي الله كده ونقفل تقفيل بقى كويس، عشان الحاجة تبقى مظبوطة وتقفيل مظبوط، ومنظرها يبقى شياكة كده وحلو. شايفين قفلنا الصينية ازاي، ما شاء الله عليها. يلا نقفل الصينية التانية، نتني بالراحة كده، ونتني زي ما احنا شايفين كده على حرف الصينية كده زي الفل. يلا نزيح بقى ونشوف هنقفل ايه كمان. طبعا هنجيب الحمام بتاعنا، نفضي طبعا الرز الاول اللي احنا حاطينه تحت الحمام، حاجة كده طعم وشكل وجمال مفيش بعد كده. نرص بقى فوق الحمام كده بسم الله، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. هنقفل بقى، نسينا ايه نحط الغطا. نحط الغطا الاول بتاع الطبق، وبعدين نلف بالورق ونحط فوقيه الفويل، ونقفل كويس. ونجيب بقى الفراخ،
طبعا كل طبق فيه فرخة، ونغطي برضو بغطا الطبق زي ما احنا شايفين. نمسك كده بالراحة ونحط بقى الفويل كده ونلف بسم الله كده واحدة واحدة. ما شاء الله على التقفيل بتاعنا. ما تنسوناش بقى في اللايك واشتراك القناة. اشوفكم على خير.